تخيل لما هنادي مهنا اللي مش مصنفه ممثله كوميديه اصلا تضحكك 4 أو 5 مرات في الفيلم، لا لا لا، وضحك بصوت. انت مستوعب بقى باقي الكوميديا في الفيلم عامله ازاي؟ كان وحش جدا خالص. بيبدا احداث الفيلم بموج جلال ابو الفضل، واللي بيكتشف ولاده محمد ممدوح ومحمد شاهين انه تاجر اثار بايع موميا اثريه بعربون 5 مليون جنيه لسمير ايطاليا، وعشان يتقوا شره يا يرجعوا يا الفلوس يا الموميا، وده في خلال ساعتين بس. هل هينجحوا في ده ولا لا؟ ده اللي بنعرفه في احداث الفيلم. الفيلم من تاليف مصطفى صقر ومحمد عز. الناس دي اجمد كتاب كوميديا في اخر 20 سنه في مصر. من اعمالهم المسلسل الكبير قوي، نيلي وشريهان، بنك الحظ، والحرب العالميه الثالثه. الناس دي عملت حاجات ايكونيك في عالم الكوميدي في مصر، وده بيخليك تطمن على مستوى الكوميديا اللي هتشوفه في الفيلم. بس مش عايزين ننسى ان عبد الرحمن جويش برضو شارك معاهم في الكتابه. بس انا كنت عايز ادي لمصطفى صقر ومحمد عز حقهم. ماشي حقهم، وده تاريخ، وانا فاهمه ان دول لوحدهم اصلا تاريخ. هما لو ما كانوش عملوا غير اللي انت قلت عليه ده، يعني الكام عمل اللي انت قلت عليه ده لو ما كانوش عملوا غيرهم، فلا يا باشا هما تمام. لو ما بقى ما وقفوش عند كده، لا هما عملوا برضو فيلم عظيم وهيعيش، وعادي جدا احنا بعد 10 سنين نلاقي نفسنا بنعمل عنه حلقه، يعني فضلنا عايشين. فلا شكرا. شكرا طبعا. هنروح للشخصيات. يلا. وبمناسبه الكتابه، هم كاتبين شخصيات حلوه قوي لدرجه ان انت ينفع تاخدي كل شخصيه تعملي بيها فيلم لوحده. فهمك جدا. لا الشخصيات مرسومه حلوه قوي قوي قوي، بس احنا محتاجين نقسمهم بقى عشان هما ما شاء الله، يعني بوستر مليان يعني. طيب احنا عندنا الجراندات، وعندنا الجيل الاصغر منه شويه، وعندنا الجيل الصغير خالص اللي هو الشباب، اللي هو طه دسوقي وميشيل ميلاد علي او صبحي. علي صبحي، برافو عليك. اوكي، الجراندات عندنا بيومي فؤاد واشرف عبد اشرف عبد الباقي الباقي، وانتصار انتصار، وحنان سليمان. حنان سليمان. الجيل الاصغر محمد ممدوح ومحمد شاهين وهنادي مهنا وناهد السباعي. صح كده؟ صح. تحب نبتدي على نتكلم عن مين؟ الجراندات طبعا. كده كده نبتدي. انا عايزه ابتدي ببيومي فؤاد، ماشي. معلش عشان هو اولا كان وحشني جدا، ثانيا عامل دور حلو قوي. يا جماعه الراجل ده بيغرد وحيدا، ساكت بيضحكك، جثه بيضحكك، مش عايز احرق بس. هو اول فريم في الفيلم، اول حاجه في الفيلم، الكاميرا جايه على سقف الاوضه. سقف الاوضه بقى معموله ازاي؟ لوحه مايكل انجلو اللي هي خلق ادم، مرسومه بس بوش بيومي فؤاد. فده بدايه العبث، ده بدايه العبث. بسم الله الرحمن الرحيم كده انت شايف بيومي فؤاد وهو بيسلم على بيومي فؤاد وعامل كده. صباح الفل. فلا كان وحشني، وهو دي الكومباك اللي كان يستحقها. الدور ده اكتر دور عجبني من بعد وش في وش. صح صح، هو فعلا من بعد وش في وش ما عملش حاجه منوره بالشكل ده، فانا فرحانه قوي قوي. رغم ان هو جثه في الفيلم، يعني هو ما اتكلمش، ما جثه فتحش بس بقه. بيومي فؤاد. طيب ندخل على استاذ اشرف عبد الباقي. اشرف عبد الباقي برضو هو مش وحشنا، بس انا حاسه ان انا كنت عايزاه يوصل لل للليفل ده من زمان، لان هو يستحق الليفل ده من زمان، وحاسه ان هو كان بيدور على نفسه، فلا اول ما هو ظهر وصل. اول ما ظهر في الفيلم. اولا تسلم ايدين اللي عامل له الصلعه، هو استاذ اشرف عبد الباقي مش وائل كفور يعني، بس لا تسلم ايدين اللي عامل له الميك اب واللوك ده. دكتور عبد المعز طمني. مش هو ده دكتور عبد المعز؟ اهدى يا جاد، انت تعبان. انت نقرع. يعني ده اللي بقصه. سوري يا دكتور، ما انت كمان ضفايرك مش على عينك. ان انت شايف اللوك ده في حته قبل كده، ده الراجل الفلاح عمك اللي في البلد. ايوه. لا هو خطير. يجسد شخصيه العم اللي هيقف في العزا بتاع اخوه بالطريقه الفلاحي بقى الاصلي. انا كبير العيله وجاي انظر على الكل واعمل وسوي وفي نفس الوقت في حته خبز كده، مش عايزين نحرق بس في شويه خبز كده حلوين. فلا، واللي هو انا ههزق ابني قدام الناس مع اني بعمل افعال اوسخ منه. ايوه بقى، ما هو طالع اصلا. ايوه طالع. بس الكاركتر ده بنشوفه في عيلتك بقى، في عيله اصحابك بتشوف ايوه المنظر ده اللي هو جاي يعمل حاجات مالهاش علاقه بالعزا. حته السندوتشات اللي هو روح هات بقى للناس اللي قاعده دي سندوتشات فطرهم. اللي هو الناس اللي قاعده واقفه جعانه من الصبح دي مش هجيب لها سندوتشات ولا ايه؟ طب ما تجيب له حضرتك، ما ده اخوك اللي ميت برضه، لو انت حابب تعمل منظر وكده وباقي قوي وقلبك على الناس اتفضل. ما انت اخوك، انت صاحب واجب قوي كده. يا عم ماشي، بس من هو ما تقعدش تنظر.
فلأ، هو الواضح إن هو حرقنا أوي واستفزنا أوي لدرجة إن إحنا بدأنا مشخصنينها معاه شوية. اللي هو احنا في عزا. فأنا ما فرحانة بأستاذ أشرف عبد الباقي. إحنا مؤخرًا شُفناه كتير، خلّينا متفقين إن إحنا مثلًا في السيزون اللي فات ده شُفناه كتير، شُفناه في رمضان، وشُفناه في مين يصدق، شُفناه في حاجات كتير، بس أنا فرحانة إن هو وصل للlevel اللي هو كان يستحقه من 10، 20 سنة فاتوا. الراجل أيوه، ده ما استغلّش، وحاسة إن الفيلم ده لأ تم استغلّاله صح. صح. فنتكلم عن مين تاني؟ انتصار. انتصار. إمم. انتصار كده عظيمة، وانتصار كده في اللي بيك بقى لها أكتر من سنة، وبرضه السيزون ده وشه حلو عليها. بس الست دي عادي هي عملت أم قبل كده، وعملت زوجة قبل كده، وعملت واحدة حزينة قبل كده، كل ده حصل، بس كل مرّة عندها استعداد بطريقة في جديد مختلفة. قوي. بالضبط، في في جديد جديد، قوي. وفي نفس الوقت كل مرّة أنتِ متمكنة، إيه يا ست الكل ده أنتِ شاطرة جدًا. اللي هو بقى دي بقى الام الفلاحه اللي جوزها مات، إمم. اللي بقى قاعده في العزا. وبرضه في حتّة في كده اللي حته هو إيه، أشوف مين اللي جاي، أشوف مستنين مين اللي مش جايه عارفة إيه، ولابس خطيبة ابني أبُص أدّيها زغراية من تحت كده ما يمنعش. شغاله ما شاء الله، يعني مش عزا، لا مش لا، مع لأ، مش مش في عزا، هو لا. بغض النظر إن الفيلم كلّه ما ينفعش نقول عليه عزا، لإن مش عايزين نحرق بس. مشاكل بقى آه، وحاجات عماله بس تظهر. انتصار رهيب، والشيء بالشيء يُذكر برضه حنان سليمان. حنان سليمان ما فظيعة. اتكلمتش، صح، ما نطقتش طول العزا. صح، هي كعدد هي جُمل ما فيش 4 أو 5 جُمل، بس هي كانت كفيلة بشوية نظرات مع شوية مصمصة شفايف، مع شوية اللوم اللي لازم ييجوا يعني يا ست الكل إحنا في عزا، لا هو أنتِ ما عزمتناش، هو ده اللي على الضيّق، هو الكاركتر ده موجود. ايوه أنا حقيقي. حاسة إن إحنا في الفيلم ده إحنا بنخصّم مع أهلنا مش بنخصّم مع الممثلين. ايوه، اللي هو بيعملوا نفس اللي بيحصل بالظبط. آه، عزا فلاحي. أوي. نروح بقى للجيل الاصغر. يالّا. تحبي تبداي بمحمد ممدوح ولا محمد شاهين؟ بُص، هو اللي أنت بتتكلم فيه ده منطقي، والمفروض إن إحنا نبدأ بيهم، أنا فاهماك، بس أنا عايزة أبتدي بهنادي مهنا لأسباب كتير أوي. أنت لمّا تقف قدّام البوستر ده، ما أعتقدش إن أنت هتحط أمل إن هنادي مهنا هتضحّكك، أو هتلاقي منها أداء استثنائي، أصل هي في وسط عتاولة، خلّينا متفقين. انت كنت مستبعداها في الضحك. أنا عارفة إن هي مش هتضايقني، لإن هي كريم الشناوي أنا عارفة إن هو مش هيعمل حاجة تضايقني، دي هنتكلم فيها بعدين، بس إن الضحك ييجي من هنادي مهنا وأكتر من مرّة، ومش عشان اللي قدامها بيفرش لها الإفيه، ده حصل في الفيلم وفي ناس فرشت لها إفيهات وضحكنا، بس لأ، هي ضحك منها لوحدها جالي كذا مرّة وبصوت، فاللي هو لأ، دي أكتر واحدة فاجأتني، الباقي أنا عارفة إن هو هيعمل عظمة، وعمل عظمة، لكن فاهمني؟ المفاجاه هنادي كانت مهنا، هنادي مهنا. بالضبط. فلأ، برافو، برافو، وعايزة أشوفها بالشكل ده في حاجات تانية قدّام، أدام طلع في جوّه عندها، طب ما يالّا بينا. انا معجب اكتر بمحمد شاهين، الدكتور اللي اصله ريفي، إمم. اتعلم في القاهره وعيادته في القاهره، واستعر بقى من الريف. استعر، مش عايز يرجع تاني للريف. فجاه مره واحده بقى عنده مشكلتين. اول مشكله ان هو ينزل عزا ويختلط بالريف. تاني مشكله خطيبته بقى، اللي لازم تيجي العزا، وهو اصلا بيبعدها كل البعد عن اهله، وفكره العيشه في ده الريف، وفكره ان مخلّيه هو بقى كان عايش ماشي في طول الريف. الفيلم بيحلّق عليها شوية، وعلى أهله شوية، ويراضي فيها شوية، وعلى أهله شوية، ف وهو أصلًا شخصيته مهزوزة، فلأ كان عملها حلو أوي، كان طالع عاملها حلو بدور أوي، الشخصيه اللي بتنهار كل ما يظهر اصلا مشكله، وهو الفيلم وهو كلّه مشاكل. العزا كله مشاكل بتظهر، وهو انهار اكتر. هو تحس إن محمد شاهين في الفيلم ده كان بيمثّل الجمهور برضه، هو مستغرب من العبث اللي بيحصل زيّنا، اللي هو إيه أنتم مظبوط. بتعملوا إيه؟ اللي هو وجه في الاخر خالص، خلاص هو خلص مننا ده كده. حقه، حقه، أنت لو انا مكانه إيه اللي خلصت خلاص. هيحصل؟ ايوه، مفاجآت بتحصل هو بيصطدم بيها، مش متوقعه. على عكس أخوه بقى، أستاذ محمد ممدوح، الأخ الكبير، المسؤول، اللي عايز كل حاجة صح، عايز يراضي أهله، عايز يخلّي باله من إخواته على قد ما بياخد العزا، يقدر، بياخد العزا، بيراضي عمه. باعي المشوار ده بكل نروح، المشاوير، المشوار ده نروحه، إمم، العزا هو اللي يجيب بيعمله. ساندوتشات 200 شقة للرجالة برضه عشان جعانين، بيستقبل الناس وكده بقى، وكل مشكله إمم، تظهر هو ما بينهارش، على عكس هو اخوه. نِفْسه ينهار، هو هو لو تبُص له برضه شوية لإن أستاذ محمد ممدوح كان نِفْسه ينهار بس ما عندوش بس مش، وقت، ما فيش اصلا حد يسند ما مكانه، عندوش هو وقت. لقى نفسه هو الاخ الكبير، وهما خلاص حلال المشاكل ظهر. أنا عارفة اللي أنا هاقوله ده كليشيه وأكيد اتقال في 7000 حتّة، بس يا جماعة محمد ممدوح بيليق على أي حد، رجالة وستات، كميته مع بيومي فؤاد خطيرة، كميته مع انتصار أخطر، مع الشباب الصغير تحفة، إحنا كده فاضل لنا في الجيل ده نهدي السباعي، نهد السباع. النغاشة بتاعة نهدي السباعي، واللينسز الحقيرة بتاعة نهدي السباعي، والمكياج اللي يقرف اللي هي حاطاه وهي جاية الدور عازة، فلاحي اصلي، آآ فلاحي فلاحي. هو بغض النظر عن الفلاحي، بس هي يعني أنا جاية آخُد لقطة برضه ما ليش دعوة باللي بيحصل ده، ده عازل على نَفْسه وعمي مات الله يرحمه نبقى نحلّها بعدين،
انا جايه اللقطه ما مش هنحرقها، بس هي انت برضو بتشوف هي جايه المناظر لاغراض دي. تانية ملهاش علاقه بالعزا برضه. انت بتشوف المناظر دي اللي هو حتى روج وحش قوي يا جماعه، احييها عليه، واحيي استاذ كريم الشناوي وهنحييه بعدين برضو. فلا، ده الجيل التاني. الشباب بقى امم ليفل ضحك عالي قوي في الفيلم، لدرجه ان انت لو خدتيهم بنفس اللي هم عملوه ده عملتي بيه عمل تاني خالص، العمل ده نجح برضه. فظاع فظاع. علي صبحي، طه دسوقي، ميشيل ميلاد، التلاتة ليفل ضحك عالي، لدرجه ان مثلا عندك مثلا ميشيل ميلاد. اصل الضحك جاي من اللهجه، والضحك جاي من اللبس، والضحك جاي ان هم اصلا شاطرين طه دسوقي اصلا. في ايه؟ في اي انت في في ايه؟ اي فلاحي اصلي. واللبس ده خطير، يعني احنا شفنا المنظر ده في حته. الشعر الاصفر هدرس بتاع هدرس، هدرس اي ده علي صبحي. الشعر الاصفر اللي منقط اصفر اه والتيشيرتات الكوره اللي على شرابات وطه حمراء دسوقي شايف نفسه شيك لدرجه ان الكاب بتاعه لما يوقع ده ماركه، ده ماركه الكاب ده ماركه، الكاب ده ماركه. ايوه. ف ميشيل ميلاد، ميشيل ميلاد عشان ده اكتر واحد فيهم فلاح مش عنصرة يا فنان. بس هي بعد استاذه هنادي مهنا نفسها نطقت، قالت له بص هو عينيه خضراء وضيقه، بص هو شكله فلاح. هو ما يتوصفش غير كده، غير هو كده شكله فلاح. شاطرين شطاره. هم كده كده احنا عارفين ان هم شاطرين شطاره. احنا ميشيل ميلاد شفناه في 6 شهور، وشفنا علي صبحي من تحت بس احنا شفناهم كلهم شاطرين. انت بتتكلمي في ان الثلاثه دول لوحدهم في الفيلم سكوتهم بعد كل مفاجاه بتحصل و... لا، في ضحك تاني هو خالص. انت لو ما بتضحكش بصوت، فانت على الاقل وهم في الخلفيه كده انت مبتسم من اللي بيحصل، من اللي هم بيهببوه ايوه حصل. لا فظاع. الاكتشاف الحقيقي بقى بالنسبه لي في الفيلم دينا دياب. بصوا يا جماعه، فتاه ليل بعكازين بترقص للي قدامها بجلابيه ست البيت اللي بتطبخ بيها وبتغسل بيها عادي جدا. لما شعرها لما يعني نستحي نعملها واحنا قاعدين لوحدنا في الاوضه، وشكلها سوري معفن معفنه جدا. ايوه. هو حاطه برضه روج مقشر وحاجه، اللي يعني هو انت فتاة في الليل ريحه مش الفلاح. كويسه انت شاممها. شطوره قوي وظابطه اللكنه قوي. واستاذ كريم الشناوي انا عايزه اعرف بس هو لقاها فين. احنا من امبارح بندور عليها كاني بدور على الكراش بتاعي انت نسيتي كل حاجه وبتدوري عليها. انا قاعده انا مستنيه الاقيها، ولقيتها. واكتشفت بقى، انا افتكرت داخله ان انا هلاقيها بقى عامله اعمال بس مش باينه ومش عارفه ايه. انت لقيتها فين؟ اتقابلتوا فين؟ وقلت دي هيجي منها، وجي منها فعلا. خطيره، اكتشاف صراحه بالنسبه لي. ايوه، الدور الفلاحي فتاة الليل اللي هي وقادره لفت. تسرق الكاميرا عادي جدا كانها دي 10 مره تمثل فيهم على الاقل. دي شاطره قوي، وكل ظهور ليها بيضحكني. خطيره خطيره وبتعرف تختار في الكاميرا ازاي. هي يعني كان نفسي بس اشوفها في مشاهد اكتر، لان احنا قليل لما بنلاقي حد شاطر كده يا جماعه. فاتمنى اشوفك في اعمال تانية يا استاذه دينا. والحمد لله انا لقيت الاكونت بتاعك، الحمد لله. الحمد لله. نخش بقى الاخراج. يلا بينا. طب نخليها اخراج ولا ايجابيات علشان ما نعيدش الكلام مرتين؟ هو انا بالنسبه لي الاتنين واحد، فمش هعيد الكلام مرتين ما تقلقش. طيب، ايه حاجه وحشه عملها كريم الشناوي في الفيلم ده او في حياته؟ مفيش. ولا الهوا، ولا الهوا. كل طبخته بالسمنه البلدي بالسمنه الفلاحي. البلدي. يعني ريحه السمنه البلدي الفلاحي احنا قاعدين تشميها طول في الفيلم. الفيلم شامين حاجه، انا شامه حاجه بس مش عارفه احدد ايه هي. فهي تقريبا السمنه البلدي. استاذ كريم الشناوي بطل سيزون 2025، لام شمسيه، ضي، ومؤخرا الساده الافاضل. فايه بقى رايحين فين يا استاذ كريم الشناوي؟ والله لا، شاطر شطاره مش طبيعيه، ما شاء الله. عامل كل حاجه صح. مفيش ثانيه ملل حصلت في الفيلم. وده لو هيرجع لحد فهو يرجع له وش. احنا قلنا الكتابه خطيره والتمثيل ما حصلش، بس هو مين اللي عامل الليله دي كلها؟ انت في اصلا لحظه وشك قفل ابتسامه. فكك من الابتسامه، انت قاعد طول الفيلم عامل كده. انت أيوة. مشدود، الايقاع مشدود قوي، مشدود جدا. حركه الكاميرا خطيره خطيره. الباك جراوند على طول في حاجه بتحصل ورا. في حاجه بتحصل ورا، مش جو بقى مجاميع وانت امشي كده وانت امشي كده ونلاقي حد بيبص للكاميرا، والجو اللي احنا بنشوفه 7000 في تفاعل اصلا في الباك جراوند ماشي قوي مع الموقف. يعني ظهور مثلا عشان العيد وليله العيد، ففي بومب وصواريخ وفرقعه وسلك مواعين في الباك جراوند، فاصلا باك جراوند عيد. فالراجل خلى فرحه عيد. مش الممثلين بس اللي مثلوا حلو، المجاميع مثلوا حلو. كل حاجه ماشيه صح في الفيلم ده. المشاهد الوان شوت هو مش عاملها فرد عضلات، لا هو عاملها بسلاسه قوي. لو حد مش عارف يعني ايه مشهد وان شوت،
لأ هو مش مهتم بالحتة الفنية في الفيلم دي على قد ما هو لأ أنت قاعد مبسوط، الدنيا سلسة. ونرجع نقول تاني اكتشافاته يا جماعة، البنت تاني اللي هي اسمها دينا دياب، أنا يعني أكيد في قصة ورا الموضوع ده، اكتشاف يعني الفيلم. فاهم؟ أصل هي مش جايبها مثلًا من مسرح الهناجر بتعمل مسرحيات، لأ أنا دخلت على الإنستجرام أبيض يا ورد ما فيش حاجة، هي مش عاملة حاجة، شاطر شطارة مش طبيعية. أولًا هو كان عنده تحدي إن هو أول مرة يعمل كوميدي ونجح، أول مرة يعمل شعبي ومش شعبي عادي اللي هو بطل في حارة، لأ كور الشعبي ونجح برضه، وعلّى إن هو مش شعبي بس، لأ هو شعبي فلاحي، فلاحي. انا مش جاي من هنا على لا، فكرة انا أصعب انا حاجة طول في عمري بعمل التمثيل حاجات جد والناس إنك بتعيط، تغني انا مش أغنية من هنا سنة ونجح برضه، حقيقي. فلأ خطير. معاه عوامل تخلّيه يعمل فيلم فظيع، اللي إحنا شايفينه في البوستر ده يخلّي أي حد يعمل فيلم حلو، برافو صراحة. بس هو عمله حلو أوي. طب ما هو في ضي ما كانش معاه العوامل دي وعمل فيلم حلو، فلأ بطل 2025 بجدارة. ومن الايجابيات برضو إمم، هنادي مهنا، الجديد بتاع هنادي مهنا الضحك، خطيرة. المزيكا، مينا سامي. مينا سامي، هُم اشتغلوا على فكرة مع بعض قبل كده في لام شمسية، تمام. فالواضح إن هُم فهموا دماغ بعض صح جدًا، لدرجة يا جماعة إن حتى المزيكا عارفة تُقف إمتى، هو مش مشغّلها في الخلفية كده اللي هو إحنا شاريين مزيكا فهنشغّلها. لا كمان الديكور خطير. حسسني ان انا ديكور حسسني إن هو مش في ديكور. بيت قرايبنا اللي في البلد، نفس الحاجات اللي محطوطه على الحيطه اللي هي النعام والحاجات دي. آه، الديكور بجد روعه، نفس خطير. السجاد، نفس الصالون، نفس الترتيب بالظبط. حتى الشوارع، مع إن عادي جدًا ممكن يكونوا مصورين في شبرمنت في الآخر، ما هو الاوض اللي عادي جدًا، الاوض اللي مفتحها بس على لا، بعض، لأ، وكل حته كل حاجة اوضه حقيقية. الابواب موجوده في كل حته. لا لا لا، اختيار الديكور الصراحه خطير. تحفه. كل العوامل إيه الشطارة انت دي؟ انت رحتي البلد من آه، الاخر، احنا نازلين البلد يا جماعه هنتصور حصل. نتفرج على الفيلم وراجعين. وندّي credit للstylist شطورة جدًا. ستايل لبس. اللبس والتفاصيل اللي هي مزوّداها أكيد بالاتفاق مع أستاذ كريم الشناوي، يعني محمد ممدوح عنده حسنة هنا كده زي بتاعة أحمد السقا، هي ممكن ما تبقاش effective في حاجة يعني لو شِلناها الفيلم هيفضل رهيب، بس هي مدّية له mood كده اللي هو أنا فلاح بجلاليبي البُني الغريبة اللي أنا لابسها، مش غريبة بس مش جلاليبي غريبه ده، الغريب فلاحي اصلي، آه، فلاحي اصلي. بعبايات انتصار، هم وقعوا على الدولاب اللي في البيت خدوه كل حاجة صح، كل حاجة صح. لبسوه للفنانين. حتى تمام كده الحاجات اللي قاصدين الموضوع يطلّعوا اكتمل. منها إفيه، فالإفيه طلع ووصل وشكرًا. العبايات السوداء زي العباية اللي كان عليها كَف من ورا أو حاجات بترتر والعين كده، بتاعت الحسد بس دي مش هنقول 5 العباية و5 دي اهو. بتاعة مين، مش هينفع، عشان مش هينفع ولو قُلنا مش هيفهموا ومش هيصدقونا مش أصلًا، هيصدقوا. مش هيصدقوا أصلًا. ظهور محمد قلبز آه، مفاجأة. حلو أوي، حلو قوي حلو صراحة. أوي، عامل دور صراحة حلو أوي. أنا عاجبني إن كل حد حتى لو عامل دور صغير فلأ الثانيتين، خطير. بس ثانيتين يودوا الفيلم في حتة تانية، في حصل، ضحك في حتة تانية، حصل. ضحك جديد، وضيوف الشرف عشان ما ننساهمش، كلّهم وما ينفعش كانوا يتحرقوا خفاف على القلب أوي. لأن دي لأ المفاجأة. عشان ما أعتقدش إن هم كلّهم ظاهرين في الإعلان، بس يا المفاجآت. جماعة في عتاولة ضيوف شرف عتاولة، في منهم ناس عاملة أدوار في الفيلم، والmakeup بتاعهم معمول حلو أوي، في ناس طالعة قرعة وفي ناس مش هنحرق هم مين، بس في القرعة بتاعة ضيف شرف فيهم معمول حلو أوي، إحنا بقينا نشتغل حلو أوي يا جماعة، بقى جو البواريك الرخيصة بتاع زمان ده ما بقاش يتعمل، الحمد لله. فضيوف الشرف كلّهم كانوا لُذاذ، وكلّهم تم استغلالهم صح، وأنا قُلت قبل كده على الموضوع ده على كريم الشناوي إن هو مش مجرد بييجي لي ضيوف شرف، ما ممكن يكونوا جايين مجاملة، لأ لأ، أنا هاستغلكم صح، أنا مش هانزّلكم من بيتكم عشان تيجوا أحطكم على البوستر أو أحطكم في الإعلان عشان أجيب تذاكر، لأ أنا عرفت أنا جِبتك نزّلتك من بيتك هاخلّيك تعمل دور يعلّم طول مضبوط السيزون عادي أوي، جدًا. مضبوط أوي، حتى لو ثانيتين بجد، ده حصل مع بجد محمد بجد. ممدوح في حتى ضاي، وده حصل مع ناس كتير في الفيلم ده. نروح بقى للسلبيات بقى الكتير اللي في الفيلم. جدًا، لدرجة إن إحنا مش هنعمل لها فقرة أصلًا. مش لاقيين، يعني إحنا بذمتك بنحاول أنت عندك؟ لا مفيش، مفيش والله. إحنا مسكنا التتر كلّه من أول بتوع البوفيه عاملين شغلهم. عاملين شغلهم والله ما فإيه عندك سلبيات يا أستاذ شيكو؟ والله لأ، لأ، لأ بجد مفيش. بُص هو لو قررنا نبقى رخمين يعني، هي هنقول القفلة بس ماشي، بس هي القفلة علشان خاطر الموضوع طوّل أوي، الفيلم ساعتين وشوية، فهُم شرحوا لنا هم ما وروناش القفلة، هم شرحوا لنا القفلة عشان هو مش هيقعد بقى يقفل لِك كل المواضيع اللي اتفتحت مضحكة دي، يعني آه، في بتاع 5، 6 بس مشاكل. أقول لك على حاجة، يا عم ماشي، أنت اشتريتني ساعتين وتِلت،
فهتيجي على اخر 5 دقايق تكلفتني انت كروتني بس بالشياكه. كلنا طالعين عارفين ان احنا يعني القفله دي قفله كروته بس موافقه. بس على هوانا قوي، يعني دخلت دماغك وانت مبسوطه مفيش مشكله، انت انا اشتريتني موافق. طول الفيلم فحقك. خلاص حقك. براحتك بقى اللي انت انت عايز لو قررت تعمله تبقى اعمله. شخص رخم هتقولي الافلام متكروته ولا فيلم مش عارفه ايه، بس انت لو شخص سوي لا يا جماعه الفيلم حلو بقفلته اللي مش قد كده بس تمام. طب بقى نسيب الكلام ده للتقييم. يلا بينا نقيم. قيم. يلا بينا. نيجي بقى للتقييم. يلا. الفيلم ده مم. تخشيه سينما ولا تستنيه ينزل على البلاتفورم ولا ما تخشوش خالص؟ يا ترى مش هخش خالص؟ انت شايف كده؟ لا، انت شايف ان ده لا، اوبشن لا. معانا في الحلقه دي؟ لا انا دخلته، وكل ما هقابل حد هاخده ونقول له يلا بينا، لو مش لاقيين حاجه نعملها هنخش الفيلم ده. وهتبقوا هتفرج عليه مبسوطين 10 وكل مرات مره عادي. عادي هتتفاجئوا بالافيهات وهتضحكوا. طيب محتاجين بس نقول حاجه مهمه جدا، ان الفيلم ده احلى فيلم في 2025. انت بتقولي كده؟ انا عارفه ان انا قلت ده قبل كده تمام في درويش، بس يا جماعه وعد ان دي هتبقى اخر مره اقول لكم كده عشان مفيش حاجه اجمد هتنزل. ما اظنش هيبقى في حاجه اقوى من كده. لا صعب صعب. وبعدين 2025 خلاص بتلم هدومها وماشيه يعني، بس حتى لو نزل مش هيبقى بالطريقه المتكامله دي. فلا طبعا هدخله تاني وتالت ورابع واستناه ينزل على البلاتفورم واتفرج عليه، بس الاوبشن بتاع ما اتفرجش عليه ده ما مش موجود. هقول له ألد اعدائي، ممكن اقول له ما تدخلش الفيلم ده، بس لا تحفه. وانت بقى تتفرج عليه ولا تستناه ينزل على البلاتفورم ما يا بقول لك ترى؟ انا هخشه 10 مرات عادي. اي حد مش لاقيين خروج هنخش الفيلم. ضميري في حاجه هننبسط فيها يا جماعه احنا هنخش. صح. فيبقى اجباري، يعني الموضوع اجباري إن هتفرج عليه تاني وتالت وعاشر صراحه. وانتوا بقى قولوا لنا في الكومنتات، لان انتوا لازم تخشوا الفيلم ده وقولوا لنا رايكم بعد ما تتفرجوا على الفيلم ده في الكومنتات.